سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير والكبير جدا، وربما يكون أيضا الحاسم على مستوى الليغا الإسبانية. ماهر الليغا سيدفع هذه الليلة الكبيرة، إما فرصة يستغلها برشلونة في إعادة الأمل واستعادة أشياء كثيرة، وإما أن يفوز ريال مدريد ليصعد عتبة كبيرة مهمة جدا من أجل استعادة الليغا التي تبتعد عن عرين النادي الملكي منذ أكثر من 4 مواسم. بالتأكيد هذه المباراة لا تحتاج إلى مقدمات. الكلاسيكو، وما أدراك ما الكلاسيكو، المباراة الأهم في كل عام على مستوى العالم. في برنابيو من المتوقع أن يشاهد هذا اليوم هذا الكلاسيكو 650 مليون مشاهد وأكثر من 185 دولة. مدريد هكذا استقبلت جماهير سانتياغو برنابيو فريقها الملكي قبل مباراة برشلونة المهمة جدا في الجولة 33 من الليغا الإسبانية. وبطبيعة الحال الكل ينتظر معنا هذه المباراة المهمة جدا، نكون أو لا نكون بالنسبة للضيوف برشلونة بعد تجاوز البايرن الكبير في دوري أبطال أوروبا. في المقابل فإن برشلونة هو الآخر. المباراة مهمة جدا لاعتبارات كثيرة وكبيرة جدا هذا اليوم في سانتياغو برنابيو. كثير في الطريق إلى اللقب اليوم. هنالك طبعا الكثير من الأشياء المهمة التي تسبق مباراة الليلة، وبالتأكيد كانت الأجواء كبيرة قبل مباراة اليوم في مدريد. اللون الأبيض كان طاغي في الشوارع، في الساحات، في بلازا مايور، في كل مكان. المدريدية متحمسين جدا لهذا الكلاسيكو، يعتبرون جسر العبور إلى الليغا 33 في الجولة 33 وضد الغريم التاريخي FC برشلونة. اليوم في المقابل المعسكر الكتالوني حالة من القلق على وضعية الفريق بعد الخسارة من يوفي، ولكن الفوز في مباراة اليوم ليحسم مباراة كبيرة من هذا النوع. راموس يغير اتجاه اللاعب لكارفاخال على جهة اليمين، كرة خطيرة لرونالدو كرة خطيرة للمدريدية، لكن الدفاع البرشلوني تدخل. كارفاخال عادت الكرة للوراء عند كريستيانو، صاروخي موديرا بينية لكارفاخال، وكرة عرضية يبعدها الدفاع، خطيرة للميرينجي. برشلونة تحت الضغط، الثبات أكثر البرسلان أمام هذا الهجوم القوي للميرينجي، وكرة عرضية بعيدة عن كريم، وفي الأخير إلى ضربة مرمى لتير شتيجن. المعنويات 30 مباراة انتهت بين الفريقين بتعادل. ضغط عالي من جانب ريال مدريد، كرة في وسط الملعب عند ليو يحاول يحافظ على كورته، بعد ذلك عند كارفاخال ابعادها لتوني كروس، مشروع مرتدة مثلث يكتمل. بنزيما يلعب لكريستيانو على اليمين، مرتدة سريعة خطيرة لريال مدريد، بن رونالدو كريستيانو في مكان خطير، وكرة يا لها من كرة خطيرة جدا من كريستيانو. شوف صاروخي ماديرا، مرور جميل في اللقطة الماضية. سواريز المتواجد اليوم، لويس فيجو، ومن ينسى فيجو، وأيضا رونالدو البرازيلي. بوسكيتس لبرشلونة عند الرسام إنيستا يلعب كرة تصطدم بعد ذلك في ناتشو متر فوق الملعب لتقديم إشارة لاسلكية للنقل عبر الراديو. أكثر من 600 إعلامي يمثلون أكثر من دولة. هذه كرة خطيرة لمصلحة بارسا، وسواريز يلعبها مرت يا سواريز. حلوة اللقطة الأخيرة من صائد الشباك من الفتاك من سواريز، لكنها مرت بسلام بالنسبة لكيلور نافاس. الموسم الصعب من الليغا للمحافظة على الليغا هذا الموسم بالتأكيد بالنسبة لزملاء ليو مع كازيميرو، أعطى واحدة ليو، مرت الكرت. هات الانذار الأول في الكلاسيكو، نعم واضحة جدا. تدخل بطاقة صفراء لكازيميرو، أعطى واحدة ليو اللي كان يراقب كظل اليوم كازيميرو أمام ليونيل ميسي. لا تنسى أنه ليو
واحذر يا كازيميرو، لديك صفراء ولا زال الوقت مبكرا جدا. جوردي ألبا لكن التغطية من غاريث بيل، تمريرة قصيرة لكنها ضاعت بعد ذلك عن جيد. وعندما تكون هنالك أزمة في برشلونة يتجهون إلى ليو يمر، ليو عدى، ليو يخترق، ليو مر بكرة بينية لكنها أقرب لكارفاخال. لوكا يحافظ على كورتا، مودريتش مشروع مرتدة خطيرة لريال مدريد، بينية لكريم خطيرة، كرة لتير شتيغن ضيعتها، وأي كرة ضاعت يا كريم. خطيرة جدا لريال مدريد، والكسر من أجل الرد السريع. سواريز على الطائر، مرت بعيدة. يا لها من كورة، يا لها من فرصتين، يا لها من محاولتين. بعد ذلك مارسيلو، ميسي على الأرض ورونالدو عند الكورة، ميسي على الأرض ورونالدو عند الكورة، محاولة لكريستيانو وتألق لتير شتيغن. خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، لكن تير شتيغن شوف صاروخ ماديرا، شوف رونالدو اليوم يقدم مباراة كبيرة. بالسلامة إن شاء الله اليوم، بالسلامة إن شاء الله اليوم، لأنه ميسي عندما يصاب هذه ضعها بين قوسين، كرة القدم تصاب. عندما ميسي يصاب كرة القدم تصاب، لأنه من أفضل من يلمسها في العالم. ميسي كرة تصل بعد ذلك هياك، ومشكلة أخرى ستكون صعبة. لمسة لبيل خلف المدافعين، وكرة ضيعها غاريث بيل. يا لها من تمرير، ومارسيلو على اليسار لريال مدريد، خطيرة جدا من جانب مارسيلو، تمريرة بينية خطيرة تصل عند كريستيانو، بعيدة من رونالدو. دو خطيرة جدا من رونالدو، عدت اللقطة الأخيرة عالية من كريستيانو اللي عنده إصرار. هادي يعاني بعد ذلك الأمرين. ليو في وسط الملعب، ميسي ضغط عالي بجانب كازيميرو، ميسي يحافظ على كورته، ميسي يلعب الكرة على جهة واستقبال ولمسة وكرة ومحاولة وبيل، ولكن بيكي يتدخل بشكل رائع. مارسيلو استقبال أول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وكرة هدف أول لريال مدريد. نعم استحقوا التقدم بعد دقائق في أفضلية. كرة في منتهى الروعة من جانب مارسيلو لراموس اللي كان بعيد عن الرقابة، وفي الأخير شوف اللمسة من مارسيلو. هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ هل كان في تسلل؟ على أي حال هدفة استمرت، والكرة في مرمى برشلونة، والهدف الأول لمصلحة ريال مدريد بعد محاولة جدا. لمسة في وسط الملعب ليو بين ثلاثة لاعبين. لمن هذه التمريرة؟ تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة لميسي، خطأ لليو في منتصف ملعب ريال مدريد. عوض من بينهم نيمار، لمسة عند ليو، بوسكيتس في وسط الملعب، تمريرة، محاولات تصل عند ليو لاختراق دفاع، هدف التعادل يا ليو. جول للبارسا بالروزاريو، يعود من جديد الفتاك ليو. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي. ليو يسجل التعادل لبرشلونة، يعود للكلاسيكو من غير ليو. ميسي يعود لبرشلونة مرة أخرى. يا لها من مرور، من مهارة، من عبور، من إمكانيات هائلة من في الكلاسيكو. الكل ينتظر أكثر، وغاريث بيل يلعب كرة لكنها بعيدة جدا من البيج بيل، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. توني كروس، تغيير اتجاه اللعب خاطئة، ساعد سواريز، خطيرة للبارسا بينية لكنها راموس يتدخل. الكابيتانو راموس هذا النوع من المباريات خطيرة للوكا مودريتش، وكرة
والله على تير شتيجن، يا لها من كورة ويا لها من تسديدة. بنزيما يبدأ الهجمة، بنزيما يلعبها لكريستيانو، محاولة مرور أمام أومتيتي، تدخل وخطأ على أومتيتي، خطأ على المدافع الفرنسي لمصلحة كريستيانو رونالدو. ضغط كبير في برنابيو على هيرنانديز من أجل أن يخرج الإنذار لأومتيتي. لا بأس بها بالنسبة لريال مدريد. محاولة من جانب سواريز، الوزيتي ولا ميسي، تمريرة الرد خطيرة، ناتشو في التغطية، وليو يحاول مع كورة، مرات يا ليو يا لها من كورة يا ليو، في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة. في راموس، كازيميرو قرب لأكثر، بينية، تمريرة رائعة لسواريز، خطيرة لبرشلونة، عرضية وللكسر، لكنها مرت خطيرة للبارسا، خطيرة جدا للبارسا، والبارسا يظهر الآن بقوته وكفاءته وقدرة. أو كانت من جوردي ألبا، سواريز لليو، مرتدة سريعة لمصلحة برشلونة، خطيرة من جانب ليونيل ميسي، ومحاولة أمام كازيميرو، مر ليو، خطأ لمصلحة برشلونة، خطأ لبرشلونة. كازيميرو عنده إنذار، وحكم المباراة ماذا سيقرر بعد ذلك؟ خطأ لميسي، وتم هدفين في هذا الكلاسيكو. خطيرة على جهة اليسار، ألبا يلعب كرة عرضية، والتدخل من جانب ناتشو، وإبعادها بعد ذلك إلى ركنية لبرشلونة. ربما أحد من عشاق كرة القدم لا يتابع هذه القمة، وكرة خطيرة لكنها مرت على برشلونة، وضاعت على البارسا فرصة خطيرة جدا كانت قريبة من مرمى كيلور نافاس. ضاعت الفرصة، ويبدو أن هنالك أيضا صافرة تنطلق في هذه الأثناء من جانب حكم المباراة مدريد، وهدف التعادل لبرشلونة. وكانت الكثير من الالتحامات والتدخلات واللقطات المثيرة للجدل والصخب والإثارة، هذا كله في شوط، ولم ينتهي الكلاسيكو. دعوة للاستمتاع في الشوط الثاني. قبل ذلك عليكم أن تتابعوا ما دار بين الفريقين على أرضية الملعب، طبعا بمزيد من الحديث حول هذه بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الشوط الثاني من ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتأكيد في الموعد المهم جدا في الليغا الإسبانية، الكلاسيكو الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل المثير بين ريال مدريد وبرشلونة. هدف الحمراء تلوح في الأفق، ممكن أن تظهر في أي لحظة. هذا واحد ليمر من الثاني، ميسي في وسط ميدانه وفي وسط ملعب ريال مدريد، مارك يقودها على الجهة اليمنى، اسينسيو خطيرة للريال، يلعبها لكارفاخال، عرضية، كرة، الثاني كان قريب من الميرينج. في الانتظار مارسيلو، 1 على 1 امام راكيتيتش، مارسيلو يلعب كرة لتوني كروس، وكرة الله على الكرة، توني كروس، خطيرة جدا، كرة ألمانية 100. أولا من توني، وردة فعل جميلة من تير شتيجن، عرضية وانتفاضة مدريدية، متحمسة متحفزة منتظرة، ومارسيلو لتوني، وكروس عرضية داخل منطقة الجزاء، تسلل في اللقطة الماضية، وضاعت الكرة على ريال مدريد. ضربة مرمى لتير شتيجن، سريعة تمريرة خاطئة من تير شتيجن، يستعيدها كارفاخال، عودة لريال مدريد، كريستيانو مع كريم بنزيما على حدود منطقة الجزاء، محاصر، وضاعت من الكرة. النجم الألماني الدينامو في وسط الملعب يلعبها لمارسيلو، عرضية خطيرة بالراس، يا إلهي، كم لدى الحال البارسا من حارس مرمى اليوم، وركنية لريال مدريد، عرضية يبعدها الدفاع، سواريز يتدخل، كارفاخال على الطائر، ولكنها عدت بعيدة، وضربة مرمى. سيناريو مشابه لما كان عليه الوضع في شوط المباراة، صراع بين الفريقين، يحولها على اليسار، خطيرة لجوردي ألبا مع كارفاخال، بين الراكيتيتش، خطيرة لكسر، خلص نافاس في آخر لحظة. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، وكرة كانت قريبة جدا من البارسا، لولا كان نافاس. عودة لإنيستا، علامة هدف قريبة جدا، ميسي محاصر، عليه لاعبين وثلاثة، تفتك الكرة وخطأ. عودة لإنيستا، علامة هدف قريبة جدا، ميسي محاصر،
عليه لاعبين وثلاثة، تفتك الكرة وخطأ. كل من في برنابيو نهض مع الأرجنتيني لبرشلونة. ميسي أمام هذه الكرة، يلعبها ميسي لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى لنافاس، ضربة مرمى لكيلور نافاس. باكو الكاسير كان عنده فرصة يستعيدها بعد ذلك توني كروس. كازيميرو بالخطأ ثم لمسة لبساطة برشلونة في المساحة اليوم مع سواريز، خطيرة والتمريرة لسواريز بعيدة عنا لويزيتو، أقرب لكيلور نافاس. في مباراة اليوم الأمر لا يزال مبكرا، والهدف عندما يأتي يغير الكثير من الأمور. وسواريز يحاول داخل منطقة الجزاء، مرور جميل من لويزيتو ولكنها فيها تدخل وإبعاد من جانب كارفاخال إلى ركن لبرشلونة. البلاوغرانا مرة أخرى هجوم، كرة تلعب من جانب راكيتيتش، عرضية بالراس وكيلور نافاس أمام بيكي. لها من كرة خطيرة جدا لبساطة البارسا، لكن كيلور نافاس يوم الحراس، يوم الحراس في الكلاسيكو، يوم الحراس. واحدة من تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى، خطيرة باتجاه كارفاخال، عرضية ولكنها عند تير شتيجن، عرضية خطيرة جدا من جانب كارفاخال. صعب هذه الموقعة، بطل هذه المعركة الكبيرة أمتيتي مر، أمتيتي يلبس ثوب المهاجم، يلعبها بينية ضاعت منه، أقرب لكيلور نافاس. بنا مرتدة يقودها كارفاخال مع مودريتش، يتحرك لوكا على اليمين، لمسة إلى لوكا خطيرة لريال مدريد، مودريتش كارفاخال وكرة وضاعت من كارفاخال. يهاجمون ويضغطون ويحاولون من أجل الوصول إلى مرمى البارسا. مارسيلو عرضية بالراس يبعدها الدفاع. ايش هذا كله يا مدريد، يا لها من كرة خطيرة ويا له من تألق كبير. الكلاسيكو يعني الموهبة اللي يملكها مارسيلو، خطيرة لريال مدريد، عرضية باتجاه كريستيانو لكنها أقرب لحارس المرمى. أقفرين إنيستا يبحث عن فرصة ومرور، يحافظ على كورته إنيستا لراكيتيتش. البارسا في الهجوم، عرضية أخرى يتدخل راموس. إنيستا لبرشلونة يلعب في مناطق ريال مدريد في برنابيو، طويل الكرة من جانب اليوب، راموس يتدخل. كازيميرو في اللمسة الأولى يكسب خطأ للريال، خطأ لريال. جميلة من جانب توني كروس إلى أسنسيو، أسنسيو يحاول على حدود منطقة الجزاء، عرضية إلى كريستيانو على الطائر، خذ رونالدو بعيدة وصعبة، بعيدة من كريستيانو ولم تأتي على قدمه كما كان يريد كريستيانو. هو يحب الشيء الصعب. تحرك بعد ذلك مرتدى سريع لكارفاخال، مرتدى سريع لريال مدريد، الثاني لريال مدريد وضاعت يا كريستيانو. يا إلهي، ضاع الثاني على رونالدو على غير العادة، على غير العادة. روبرتو يحاول في وسط الملعب من أجل رد البارسا. ميسي يقود هجمة الآن لبرشلونة، ميسي يلعبها باتجاه إنيستا، إنيستا على حدود منطقة الجزاء داخل منطقة لسواريز. يا الله الكرة غير معقولة الفرصة، الله على انيستا، اعطينا اللقطة على انيستا. وذاك صراع على الفرص، على الكرات، على الأهداف. مارسيلو أمام ليوب، ميسي يحاول أمام كازيميرو لمحاولة البعاد كل الكرات. ميسي مر يلعب كرة لكن نافاس يبعدها بقبضة يده. الدفاع على مرة ثانية، وتوني في الثالثة، والطويلة لكريستيانو، والاستقبال من كريستيانو مر، وكريستيانو مع أمتيتي. مباراة مفتوحة، مساحات مفتوحة، وكرة خطيرة، ومودريتش لرونالدو، ورونالدو كرة داخل منطقة الجزاء، وقبل وصوله إلى اسم الأمور مارسيلو على جهة اليسار، مر عدى من راكيتيتش، عرضية لكن الدفاع يتدخل. كل مرة يكون فيها مارسيلو عند الكرة. إنتر لمسة على جهة اليسار، محاولة باتجاه غوميز داخل منطقة الجزاء، غوميز لكنها طالت عليه وسهلة لراتشو. كوفازيتش، وعدى كوفازيتش، ومرر كوفازيتش، ومرتدة لريال، وخطيرة لأسانسيو، 1-على-1 داخل منطقة الجزاء، مر يلعبها. هذا خرافي، تير شتيجن خرافي. دي بتمريرة بينية لي ومحاولة مرور، خلصها ناتشو. راكيتيتش مرور أول ناجح، تسديدة خطيرة، جول.
راكيتيتش لبرشلونة، ضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء. البلاوغرانا في البرنابيو يتقدم 2-1. إيفان راكيتيتش ابن الكروات، ومن لا يسجل الأهداف يقبلها في مرماه يا مدريد. الثاني لبرشلونة، الثاني لإيفان. الضربة من ريتش في أن يسجل، ولمسة لكريستيانو على الجهة اليسرى، محاولة عرضية، تدخل الدفاع، تحولت بعد ذلك إلى ركنية، لم يستسلموا. استقبالها لوكا، كرواتيا آخر، مودريتش يلعب كرة عرضية، تدخل بكيب، وربما يدفع بإسكو في الدقائق القادمة، طويلة خلف المدافعين، خطيرة لبنزيما وكريستيانو، لكنها سهلة لتير شتيجن. سهل الكرة عند تير شتيجن، خطيرة جدا لكريستيانو. بنزيما على جهة اليسار، 1-على-1، كريم محاولة مرور، يلعبها عرضية، تدخل الدفاع، وبعد ذلك صراع بين ميسي ومودريتش، وهذا راموس، خطأ على راموس وإنذار، خطأ على طرد لراموس. التاريخ يعيد نفسه. حكم المباراة أليخاندرو هرنانديز مرة ثانية على التوالي يحكم الكلاسيكو، مرة ثانية على التوالي يطرد راموس بعد اندفاع متهور أمام ميسي، وردة فعل مشجعين على قرار الحكم. الطرد المباشر لراموس اللي اندفع على ميسي. ريال مدريد ب10 لاعبين، البارسا لديه بيناتشو مؤقتا، ربما زيدان يفكر في تغيير، لن يأتي إسكو. الآن 1-2 جميلة بين سيرجي، وكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ونافاس، ايش هذا نافاس، كرة ضاعت على البارسا، 3-1 للبارسا، كانت تخلص الأمور في الكلاسيكو. نافاس ينقذ ريال مدريد، ماذا ضيعته؟ لن يرحم أحد بيكي على إضاعة هذه الفرصة إذا تعثر برشلونة، حتى شاكيرا لن ترحم، وكريستيانو وعدت فوق المرمى، وضربة مرمى لبرشا خطيرة، ومطالبة بركنية. سواريز وليوب، ومساحة عند ليوب، محاولة مرور، وكوفازيتش يتدخل، وبعد ذلك البطاقة الصفراء لكوفازيتش. ما يحصل مع ريال مدريد بعد أن ضيع الكثير من الفرص وتعرض لهدف ثاني ولحالة طرد، وهذا هو ليوب. ميسي مع كرة قوية، وتألق آخر يا نافاس، وإبداع آخر من كيلور، هذه المرة ضد ليوب، خطيرة جدا ضيعها برشلونة. مرة أخرى أقول في الكرة إذا لم تسجل، وكرة تصل إلى كارفاخال كانت من خامس رودريغيز، قوية لكنها سهلة لتير شتيجن. كولومبي بلمسة عند توني كروز، فرصة لريال مدريد على الجهة اليسرى عند مارسيلو. مدريد في الهجوم، عرضية مارسيلو، تعادل. ابن كولومبيا يعيد الميرينجي، خامس رودريغيز، تغيير من ذهب يا زيدان، الثاني لريال مدريد، والتعادل لريال مدريد. تحرك بجانب توني، وفرصة وتمريرة لكريستيانو داخل منطقة الجزاء. رونالدو يلعبها لخامس، ولكن الدفاع عرضية أخرى لتير شتيجن. حارس خطيرة لو وصل إليها ليو، لكنها أقرب لريال مدريد على ليو. خطأ في اللقطة الماضية. خطأ خامس، خطيرة لرونالدو، معهم تيتي يلعبها لرودريغيز. خامس عرضية لمارسيلو داخل منطقة الجزاء، عرضية سهلة لتير شتيجن. اسينسيو مع بيكي، 1-على-1 داخل منطقة الجزاء، يلعب كورة، وتير شتيجن يتألق، واسينسيو مرة أخرى، وعرضية أخرى، ولمسة لكنها بعيدة، وضاعت على ريال مدريد. يا إلهي، ما عاد الكوبا ديل ري، ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة، 5-3 للبارسا على اليسار. فرصة للويزيتو، سواريز، وهذا جوميز يلعبها، وتمريرة وكرة، يا إلهي،
لديكم، لا خوف عليكم. ميسي لديكم، لا خوف عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرضه ومكانه وملعب المفضل يا ليو. يا بالروزاريو وتمريرة ساحرة من جوردي وين ليو، هذا مكانه. وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البارسا وإبقاء ماله وحظوظه في الفوز بالليغا بعد الفوز بالكلاسيكو. وإن كان ريال مدريد لا زال لديه الفرصة ومباراة مؤجلة، وهذه لقطة ختام للاستثناء في كرة القدم.